مليحة بزاف العظام، سوا تحبي ديريها في الماء وتشربيها. نصيحتي لكم يا البنات خواتاتي، هو يا البنات السنينه تاعهم ديما يا البنات على الريق، ما كان هذاك الغولي بزاف تاعو راح تولينا من تخون. السلام عليكم اخواتاتي ومرحبا بكم في قناتنا قناة زفينة. مرحبا بكم حبيباتي كلكم في القناة، وتشرفوني وتنوروني حنوناتي. ما تنسونيش حنوناتي قبل ما نبداو لا فيديو مع بعضنا نصلوا ونسلموا على رسول الله عليه افضل صلاة وسلام، وديروا لي جيم وكومنتر، ويلا نبداو في الفيديو مع بعضنا. وفوالا حبيباتي كيما انا حكيت لكم في العنوان تاع لا فيديو، هو اليوم النهار التالي تاع لي زيكزاما اللي جوزتهم الحمد لله. الوغ نص الصباح كيما راكم تشوفوا توضيت صليت فوالا، دوكا جبت باش ندير المراجعه الخفيفه على واش قريت من قبل. فوالا حنوناتي كيما راكم تشوفوا حطيت لي كري تاوعي وبديت بشويه بشويه نعاود نسترجع على اللي راني دايره ملخصات وكل شيء يسمى. ما جاتنيش صعيبه، نعاود هكا باك نضرب طلع على كل حاجه ونركز على العناصر الاساسيه. فوالا وما ننساوش الماء حنوناتي. كيما راكم تشوفونا حنوناتي كان مازال ما اذنش الفجر، نوض صليت ركعتين برك وكان هنا مازال ما اذنش الفجر. ايا قلت نوض نقرا بيد ما يأذن الفجر، نقرا نديز نصلي ومن بعد نروح نجيب الفطور من ريستو. كما تعرفوا حباباتي وحنوناتي انا مانيش في دارنا، انا راني في الاقامه الجامعيه، يسمى اني بعيده على دارنا. هذه البنات اللي ما يعرفونيش سينو البنات احكوا لي كيفاش راكم مع لي زيكزاما، واش راكم دايرين فيها. بالنسبه للامهات كيفاش راكم دايرين مع ولادكم، كيفاش اسكو جابوا معدل مليح. كما نعرفوا حنا بريمير عفوا وسيام ولا والليسي يجوزوا قبل الفاكونس، على عكس حنايا جوزوا ليكزاما حتى مور الفاكونس. ان شاء الله برك ربي يوفقنا وربي يسهلنا يا ربي، وكما يقول لك اللي تعبنا عليها ان شاء الله برك نصيبوها يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا حنوناتي درت هذيك المراجعه الخفيفه. زين وحبيت البنات نقولكم بما انه هذه اول ولا نقدروا نقولوا ثاني فيديو للروتين التوعي، حبيت نشاوركم ونسقسيكم الى تحبوا ندير لكم لي روتين مع الهمسات، يعني راه يمشي هكا الفيديو وميمتو اني نقول لكم واش كاين واش ما كاش، وفي نفس الوقت نقدم لكم نصيحه، نقدم لكم حاجه استفدت منها في حياتي. اذا حبيتوا نوع من لا فيديو معليش ماشي مشكل، ديروا لي في التعليقات، انا نجرب لكم في هذا الفيديو نقدم لكم نصيحه ولا همسه، وانتم اعطوني رايكم حنوناتي في لي كومونتير. ويلا حبوباتي نبداو بالنصيحه تاع نهار اليوم اللي لازم تدخلوها في حياتكم، لازم يا البنات ضروري معجزه هذه النصيحه. وللنصيحه هي راح نحكوا على الصلاه الابراهيميه ومعجزاتها في تحقيق المستحيل. والله يا خاوتي والله الذي لا اله الا هو، اذا طبقتوها بتمعن وعلى يقين بالاستجابه راكم رايحين تشوفوا معجزات، راح نشوفوا العجب يا البنات. دوكا تقولوا لي الصيغه تاعها كيفاش؟ الصيغه تاعها كيفاش؟ اولا تقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فوالا يا البنات اكتبوا الصيغه الابراهيميه، راهي رايحه تخرج لكم وعندها معاني متعاليه، يعني المعنى تاعها قيمته بزاف عاليه يا البنات. الحاجه اللي راكي متمنيتها في حياتك، سواء زواج سواء سفر سواء اي عفسه راكي متمنيتها في حياتك، حابه تنجحي في حياتك، حابه ديري دراهم، ما على باليش وشنو. المهم يا البنات عليكم وعلى الصلاه الابراهيميه. اذا راكي واقعه في مشكل، اذا راكي ما على باليش اي عفسه راهي في قلبك وراكي حابه تحقيها، ولا عفسه راكي حابه تتهني منها وتبعد عليك، يا البنات عليكم وعلى الصلاه الابراهيميه. راني قلت لكم على الصياغه تاعها كيفاش، وكتبوا برك الصلاه الابراهيميه راهي تخرج لكم يا البنات. والله العظيم غير معجزه، ماهيش رايحه تدي منكم الوقت ابدا، ماكسيموم 30 ثانيه، ماهيش كامل رايحه تدي منكم الوقت. خصوا لها ربع ساعه على الاقل في اليوم، ربع ساعه في اليوم ديري الصلاة الإبراهيمية تاعك وادعي الأدعية اللي راكي حبتهم. دوكا تقولي لي شحال عدد الصلاة الإبراهيمية.
ما يهمش عدد الصلوات الإبراهيمية بقدر ما يهم المعنى في كل مرة. يعني أنتِ كل مرة تقوليها لازم تركّزي معاها وتركّزي مع معناها بيقين وبنية أنك ربي يغف يغ يخ يكفّر لك يعني كامل الذنوب، يحقق لك واش راكِ حابة، ورايحة تقرّبك من ربي سبحانه وتنيلي رضاه في الدنيا والآخرة. وأكيد هي سبب في شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. تصلي الملائكة على العبد إذا صليتِ على الرسول عليه الصلاة والسلام، تتقربي منها لربي سبحانه، يغفر للمصلي على النبي، يعني يغفر لك ربي 10 سيئات. نصيحتي لكم يا البنات خواتاتي، الصلاة الإبراهيمية خلوها عادة يومية عندكم بطريقة التمعن والتركيز، يعني تركزي وتمعني، واليقين أكيد بنية رضا الله ونية تحقيق ما في قلبك بإذن الله تعالى. وهذه هي حنوناتي همسة اليوم ولا نصيحة اليوم. نتمنى منكم يا البنات إن شاء الله تستفادوا، واعطوني برك رايكم في لي كومونتير إذا كنتم حابين نعطيكم نصيحة كل يوم كيما هكذا. اكتبوا لي برك في لي كومونتير. ويلا البنات نكملوا لا فيديو تاعنا مع بعضنا. فوالا حنوناتي، بعد ما كنت كملت قرايتي اذن الفجر وصليتو ورحت للريستو باش نجيب الفطور الصباح تاعنا تاع الاقامه الجامعيه. كانوا كما راكم تشوفوا كانوا دايرين لنا بتي فور مادلان والتمر. فوالا انا ديما عندي عاده صباحيه البنات، لازم دوك تشوفوها في الفيديو معايا، لازم التمر ماشي ديما نفطر به صباح مي اذا كان كاين التمر دائما نحشيه بوسمو هذاك حبوب السمسم، ولا حنايا في الجزائر نقولوا له الجلجلان. ومن الافضل ما يكونش محمص، بس كي يكون محمص راح تروح منه كامل الفائده تاعو. وثاني يا البنات يا اما نعمرو بالجلجلان راح يزيد في الوزن، راح يعطيك طاقه بزاف مليحه ومليح مليح بزاف للعظم. مرات نعمرو بالجلجلان ومرات نعمرو بهذيك الحبوب السوداء واسمها حب الرشاد، هكا الاسم تاعها حب الرشاد. تجي هكا حبوب سوداء مليحه بزاف للعظم، سواء تحبي ديريها في الماء وتشربيها، سواء ديريها في البيض، سواء ديريها في التمر كيما هكذا وتاكليها. وكانوا ناس بكري حتى يجبروا بها العظم من كثرة ما انها افيكاس بزاف للعظم والمفاصل. فوالا حنوناتي كيما راكم تشوفوا. العاده الثالثه اللي ديما الصباح نديرها تحسن لك الملمس تاع لابو تاعك، تسقم لك الشعر تاعك، المهم بزاف هايله مليحه للصحه، اللي هي ديما الصباح يا البنات كي تنوضوا اول حاجه تجيبوا كاس ماء يكون دافي. من الاحسن انكم ديروا فيه عسل حر وديروا فيه شويه زيت الزيتون، اذا توفر اللهم بارك، ما توفرش ماشي مشكل. ماء ساخن برك على الريق راح يدخل لك الكرش، راح يقضي لك على الغازات. والبنات الماء ما يكونش ساخن هذيك السخونيه اللي تحرقك، لا الماء يكون دافي، يعني تقدري تجوزي. والحاجه الاهم اللي قلت لكم عليها انه تصفي لابو وتسقم لك الشعر تاعك، تقضي لك على التساقط اذا ما كانش عندك لي فيتامين في الجسم تاعك ناقصين. واهم فيتامين هو فيتامين دي اللي لابليبار تاع النساء يكون عندنا ناقص، هو يا البنات سنينه تاعهم. ديما يا البنات على الريق ماكم خاسرين والو، يا كاين الوسمو دونتيفريس تغسلو ماشي كامل مشكل، ديروا سنيناتهم. ومن الاحسن اذا كنتوا تقدروا تعضوها وتجوزوها من الاحسن، اذا كنتوا ما تقدروش هكا برك جوزوها هكا حبه كيما حبس الكاشي. اللي عندهم ليستوما يا البنات قسموها على زوج ونحو من هذاك العرق الخضر، ما تجوزوهش ماهوش مليح. اذا ما عندكمش عضيها عضه خفيفه وجوزيها بالماء يا البنات، والله غير افيكاس. جربوها يا البنات اللي عندهم الحبوب الهرمونيه، راني ناكد ونعاود الحبوب الهرمونيه ضربه بالضربه الثوم. كولوا الثوم عرق واعطوني رايكم في لي كومونتير، ولا ارجعوا لي في لي كومونتير وقولوا لي واش رايكم في الثوم عرق كي تاكلوا. هو صح ريحته شويه عيانه، مي واش نديروا لازم على جلابو تاعنا الشعر تاعنا نتحملوا شحال نديروا. هذه هي حنوناتي، راني نفطر في فطور الصباح اللي لازم يكون غني بلي فيتامين، ولو كانت حبيبه ثوم وشويه تاع تمر. المهم لازم الغذاء تاع الصباح ولا الفطور تاع الصباح راح ياثر لك بزاف على نهارك. لذلك يا البنات ننصحكم ديما الفطور تاع الصباح يكون صحي، كما انكم تشوفوا راه نص صحي ونص ماشي صحي، مي لازم تكون ولو حاجه صغيره صحيه. فوالا حنوناتي، وهنا راني نوجد في روحي باش نروح نجوز لي زيكزاما. كنت لبست هذا في النواغ مع الشال كنت لبسته في الباج، ودرت الشال باينه بس كاينه شويه البروده كما راكم تعرفوا، كاين حتى ولايات طاح فيها الشتاء. فوالا حنوناتي شال ثان في الباج وباسكيت في الماغو مع الساكودو. هذا حنوناتي، هذا هو
أني ديجا البنات اللي شافوا لي فيديو تاعي القديم يعرفوني بلي راني ناكل في هذا المكمل الغذائي ديتو باسكو ناكلو مور الفطور. فوالا حنوناتي. وكنت ديت الصوالح كامل اللي تحتاجهم اي طفله في لافاك، لي بورتموني، لي كارت، الستيلو، فوالا البنات اللي نحتاجوهم باش نجوزو لي زيكزاما تاعنا. فوالا لبس حوايجي، درت كريم سولير تاعنا اللي لازم اي وحده واي طفله تكون خارجه برا سواء كانت شميسه ولا ما كاش ديرها. وقبل ما نديرها يا البنات لازم ندير هذاك السيروم تاع سوريلا النهاري وشويه غسيل. فوالا حنوناتي ورحت نجوز وان شاء الله تكون فيها خير وربي يرد لنا تعبنا ان شاء الله. حنوناتي هنا كملت، هنحط في الورقه تاعي. شوفوا يا البنات، شوفوا خويتكم اني معمره الورقه ان شاء الله برك يكون فيها خير وربي كيما يقول لك ربي برك يرد لنا التعب تاعنا. هذا الانسان ما راهو يتمنى خياتي، وان شاء الله ربي يوفقنا كامل كامل يا رب العالمين. وهنا يا البنات راني خارجه من القاعه اللي كنت نجوز فيها، خرجت من لافاك وقلت بما انه اليوم اخر نهار لازم نروح نضرب دارة ونقلش روحي. فوالا رحت الكوسميتيك، رحت رحت كامل. المهم شريت الصوالح كامل اللي كانوا خاصيني، افطرت برا. المهم يا البنات قلشت روحي، شريت كوسميتيك كان خاصني دوكا نبارطاجيه معاكم. وثانيا البنات درت شويه في البلاد ايا ورحت فطرت انا وحبيبتي. فوالا حنوناتي فطرنا الفطور اللي كتبو ربي. كان هذاك الغولي بزاف بزاف بنين. فوالا الساك هذاك ثاني بزاف كان هايل. بلا ضغي شويه كان شويه شويه ما كليناش انا وصاحبتي. المهم كلينا المكتوب اللي كتبوا لنا ربي الحمد لله يا ربي اللهم اديمها نعمه. وكنا ثاني جبنا اتاي انا وحبيبتي. مي والله يا البنات هذاك الاتاي لا علاقه مالغري زعما يخدم فيه واحد صحراوي ايتو، مي لا علاقه انا قاعده نزيد له غير في السكر 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 السكر، مي ما فيهش كامل الجو تاع الاتاي. وهذا هو الغيستورو اللي رحنا ليه. فوالا حنوناتي المعامله كانت مليحه صافا، الماكله نص مليح ونص لا لا. والاتاي هذا اللي درت لكم عليه يخدموا صحراوي ما عجبنيش بزاف، ما كانش بنين ولا غير خليته ربي يسمح لنا ان شاء الله خليته ونص. فوالا حنوناتي. وهنايا كان لازم عليا نروح باش ندخل للاقامه قبل ما تغلق حنوناتي. دخلنا للاقامه انا وحبيبتي وهاني انايا. فوالا حنوناتي جيت هنايا للبلوك وخذوا غير باش نصور ونعاود نروح للبلوك تاعي. وهنايا دخلت لا شامبر تاعي، رجعت كامل قشي في بلاصتو، علقت صوالحي ورحت ندي ماكيي في وجهي بعد نهار كومبلي تاع تعب وتاع شقه. اجري من كما راكم تشوفوا البنات غير التعب تاع لي زيكزاما وحده ويكفي، وزيد هذاك الدورات والخرجات اللي طولنا فيهم. فوالا حنوناتي دي ماكييت وجهي مليح حتى توضيت صليت صلاه الظهر والعصر حنوناتي. ومن بعد جيت باش ندير لو سكين كير تاعي. فوالا حنوناتي كما راكم تشوفوا هذا ماء الورد تاع ليزاس كان خلاصي دوك نبارطاجي معكم الوصفه اللي راني نستعمل فيها بزاف بزاف هايله. وكنت درت لي سيروم تاوعي سيروم نياسياميد، عندي بزاف لي سيروم هنا كنت استعملت نياسياميد. وثانيا البنات كاين واحد دو سيروم بزاف بزاف هايلين للبشره تاعها خشينه بزاف هايلين. عندنا هذاك السيروم الليلي والنهاري بزاف هايلين. فوالا حنوناتي. وكنت جبت معايا العشاء من برا فاغيي باش ما نضلش نطيب ولا باش نروح للغيستو باش نجيب العشاء. سقمت روحي باش نقبض ديراكت فراشي ونحبس. فوالا حنوناتي. كنت درت الديودورو تاعي، رطبت يديا اللي لازم يا البنات الترطيب ثم الترطيب الترطيب ثم الترطيب، راكي رايحه تكبري قبل الوقت يديك ديما رطبيهم. فوالا حنوناتي. وهنايا جيت نبارطاجي معكم لي كوسميتيك اللي كنت شريته. كنت شريت هذا صابون تاع ابو سعد للبشره المعرضه للحبوب، وكنت شريت ثاني هذا الماسك تاع الطين بزاف شكروه لي شريته. وكنت ثاني شريت جل دوش يا البنات ولا غير كنت نشري من قبل لي جل دوش هذوك الغاليين والشابين بصح نفس الريزلتا مع هذا تاع فينوس. الريحه راح تلصق في الدوش ماشي راح تلصق فيك انتيا. وكنت شريت هذه لابغوس تاع اللوح كنت شريتها نورمالمون 55,000 كانت بزاف بزاف هايله. اني دوك نمشط بها عجبتني مليحه. شريت هذا ثاني كولاجينسي اللي راهم بزاف يشكروا فيه. كنت ديجا اكليت ان بواط ومازالت لي دو بواط ناكلهم. شريت هذه
قلت نكمل 3 شهور باش نعطي لكم الريزلتا اللي تحصلت عليها. وهذوما الزيوت تاع الكابتن. شريت زيت الخروع اللي بزاف مليح لاشوت، زيت الورد وزيت الليمون اللي ملاح للمناطق الغامقه في الجسم، ترطبي بهم بزاف هايلين. وشريت هذاك زيت جوز الهند ثاني لاطراف الشعر باش نرطبهم بهم، مالغري البخي تاعهم يا البنات كل واحد والبخي تاعو، نفس لا مارك مي كل واحد والبخي تاعو. كنت شريت هذيك لا كريم تاع كاليدغم كريم تاع الشمس، وكنت شريت هذا ثاني تاع مسك كلاغ، كانت عندي ديجا اون بوانت اخرى وعجبتني بزاف عاود شريت. كنت شريت هذو لي ماسك لي دو في زوج تاع لي بوان نوار ترونسبارون نوار، كنت شريتهم لا مارك نورمالمون كاليدر. وكنت شريت هذيك تاع لاسير، نجربها ونعطيكم رايي في هذه لا مارك. وماء الورد اللي زاس اللي ما نقدرش نستغنى عليه، ودوك نعطيكم الوصفه اللي نستعملها انا، يعني ما نستعملوش مباشره هكذاك اللابو تاعي، ندير فيه اضافات ودوكا نبارطاجيه معاكم على ضمانتي. اللي عندها الحب، اللي عندها هذاك الحب الرقيق بزاف 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 هايل، فوالا انا نستعمل هذه لا مارك يا البنات. لا مارك وقت اخرى ما نضمن لكمش فيها، هذه لا مارك اللي تجي ترونسبارو تاع ليزاس بزاف تعجبني وخارجه عليا، وحتى يا البنات نحسو يرطب لي وجهي مالغري ما برك، بصح كي نستعملو موراها نحسو يرطب لي لابو تاعي. فوالا حنوناتي نستعمل فيه قدر معين، ما كانش حساب كيما في لو شامبو حنايا لي شامبو عفوا نستعملو 21 حبه تاع قرنفل. ماء الورد لا شغل هكا نديرو وخلاص، المهم على حسب المقدار تاع ماء الورد تاعك. انا كنت درت القدر المناسب تاع القرنفل وخليته، ماكمش راح تستعملوه مباشره، راح تخلوه حتى يطلق كامل هذاك القرنفل تاعنا، حتى الماء تاعنا راهو راح يتحول لا كولور تاعو راح تولينا من ترونسبارو راح تولينا ماغو، راح تولينا راح للغوج هكا. المهم مش راح يبقى ترونسبارو كيما كان، خلوه ليلا كومبلي على حسب البلاصه اللي فيها اذا بارده ولا لا. المهم ينطلق يعني مام يبقى لك نهارين راح ينطلق. وهنايا كنت كملت كامل لا روتين تاعي ورايحه نقبض بلاصتي. وقبل ما نقبض بلاصتي لازمني نقرا كتابي المفضل اللي هو نظريه الفستق. على بالي بلي لا بليبار تاع البنات ولا رجال اي واحد اللي حاب يطور في الذات تاعو على بالي بلي يكون قاريو بجزئيه الاول والثاني. المهم يا البنات هايل 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 هايل، ماكمش رايحين تندموا عليه، راح يطوركم، راح بزاف هايل بزاف مليح. وهذه هي لا شوبخ تاع حبيبتكم. ان شاء الله نتمنى يا ربي بينت لكم جزء منها برك، نتمنى يا ربي تعجبكم. واكيد مع الوقت ومع لي روتين راح نبين لكم كامل الشومبرا واش راني حاطه فيها واش راني دايره فيها. فوالا حنوناتي، وهذه هي السهره. كنت وحدي يا البنات، ما كانتش معايا الزميله تاع لا شومبر. لا درت السهرة وحدي، ماشي كيما العادة السهرة نديرها مع صاحبتي الا غالب. درت السهرة تاعي ونقرا في كتابي حنوناتي. ودوكا حميراتي ما عليا غير نقولكم ابقاو على خير وتهلاو في رواحكم. اذا عجبكم لو جوغ هذا تاع لا فيديو قولوا لي في لي كومونتير، وربي يحفظكم ان شاء الله. واستناوني في فيديو اخر، ديروا لي برك جام وكومونتير وبقاو على خير.